السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا سورتيت كيوت قوي وبطريقة سهلة وبسيطة قوي، يعني شغله مش صعب، سهل وهو بسيط ورقيق زي ما انتوا شايفين كده. أنا استعنت باللولي والستان وطبعا الأستيك اللي هو بتاع السورتيت نفسه اللي هيبقى فيه. زي ما انتوا شايفين نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا كل القطع دي قطع مقاسها 4 سنتي في 4 سنتي، يعني عندنا الشريط 4 سنتي هنقطعه مقاس 4 سنتي، هيبقى 4 في 4. هعمله بنفس الطريقة اللي قدامكم ديا اللي أنا بعملها، بتنيه نصين زي مثلث كده، من النص بيبقى مثلث بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. مفهوش حاجة، مفهوش تعب، كل شغل السورتيت بنفس الستايل دون مع تشكيل ان انا هعمل ورقة شجرة وهعمل وردة، وزي ما انتوا شايفين اهو 4 سنتي في 4 سنتي. الوردة بتاخد 8 ورقات، يعني 8 شرايط من ده، اعملهم على هيئة ايه؟ على هيئة مثلثات. زي ما انتوا شايفين كده. تمن شرايط، كل وردة 8 شرايط مقاس 4 سنتي في 4 سنتي. هعملهم بطريقة المثلث كده، وبعد كده هوريكم هسرجهم واعملهم بالطريقة ازاي. هما سهل جدا، ممكن تعمليه ابيض مثلا يكون لمناسبة لعيد ميلاد، يعني ممكن تعمليه البنوتشك في عيد ميلادها على ابيض مثلا، او على لون الفستان اللي لابساه، مدي منظر وشيك. انا بصراحة عاملاه لحفيدتي، الموديل جميل جدا، اللهم صل على النبي، يعني حلو جدا والشكل بتاعه طلع حلو. الوردة نفسها شيك جدا، فانا هعمل منها 3 وردات. قدامكم المقاسات على الشاشة، انا هعمل منه 3 وردات. ال3 وردات 8 مثلثات، كل وردة 5 على الحرف و3 في النص، عشان يدوني الوردة اللي قدامكم دي. شكلها جامد وبجد لطيفة جدا اهو. انا هعمله بنفس الطريقة دي، مش صعب ومفهوش شغل جامد، يعني اي حد ممكن برضو يعمله وينفذه، وممكن تعمليه مشروع تشتغلي فيه للمناسبات، وممكن تعملوا منه توكة او مثلا زي تاج، ممكن تعملوه على طوق، تعملوا منه مثلا ايه وردتين او 3 وردات جنب بعض، هيبقى زي يعني اكنه فرع فل كده، شكله جميل جدا. ممكن تعملي الورد لوحده وتستغني برضو عن القاعدة اللي انا عاملاها. القاعدة اللي انا عاملاها برضو 3 شرايط، 23 شريطة في مقاس 4 سنتي، هعملهم على هيئة ورقة الشجرة. يعني ممكن تنفذيه على كذا حاجة، ممكن على كليبس، ممكن على استيك، ممكن على طوق، اللي انت عايزاه، على سورتيت، هو شغال معايا في اي حاجة. هنا بقى بكشكش بصوا 5 مثلثات دول الوردة، وفي النص هعمل 3 احشيها بيهم، يعني الوردة هيتعمل لها 3 تاني تتحشي بيهم زي ما انتوا شايفين كده.
اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى أنا سرقت بعمل بقى الحشو بتاع التالتة، بتاع اللي هو التلاتة، يعني التلاتة مع بعض بعمل لهم الحشو كده زي ما انتوا شايفين كده، 3 مثلثات. بروح مشبكهم في بعض بنفس الطريقة اللي عملت بيهم ال5 مثلثات، وبعد ما هسرجهم هروح شادة برضو السراجة واحشي بيهم الوردة اللي انا عملتها من 5 مثلثات. ركزوا معايا لان هي سهلة وبسيطة، بس في ناس ممكن يعني ما تاخدش بالها منها. انا بعيد الورد معاكم كذا مرة، طبعا انا ما بعملش مرة وخلاص، لا انا بعيده كذا مرة عشان يبقى الشرح بتاع التوكة او الفيونكة بيبقى مفهوم، محدش يسأل معمول ازاي او حاجة، انتوا هتفهموه من نفسكم. ليه؟ لان انا بعيده معاكم مرة واتنين وتلاتة وانا شغالة، ما بعملش مرة وخلاص عشان اقصر الفيديو، لا انا بعمله لكم عادي بطبيعته، الفيديو بيمشي بطبيعته. قليل لما بقطع منه، ممكن اسرع لكن قليل لما بقطع. اجي هنا اهو حطيت الحشو بتاع الوردة وببدأ بقى اسرج كله في بعضه، يعني اثبت كله في بعضه عن طريق النص زي ما انتوا شايفين كده. الوردة جميلة جدا، هقطع الفتلة اهي، بصوا المنظر، الوردة روعة، وفي الابيض اجمل، في اللون الابيض بصوا المنظر. هنا بقى انا بقفل الاستيك اللي هو السورتيت نفسه. الاستيك ده انا جايباه من السوق، بيتباع زي فضلات كده بالحتة، فانا اشتريت مجموعة حلوة منه، وقبل كده برضو كنت شارية مجموعة منه ووريتكم. هنا بقى هعمل الوردة التالتة كده، عملت 2، انا هعملهم 3 وردات بس لان انا مش محتاجة الا 3 وردات. هنا مسرعة الحتة دي، بعمل المثلثات بتاعة الورد زي ما انتوا شايفين كده، دول الاول الحشو هعملهم الاول المرة دي، يعني انا بشكله معاكم اوريكم، ممكن تشتغلوا الاول الحشو وبعدين الوردة، وممكن الوردة وبعدين الحشو على مزاجكم، حسب ما يعني ما تيجي معاكم تشتغلوا. هنا انا مسرعة بس الفيديو عشان ما اقطعوش اهو، وهوريكم برضو تاني هعيدها معاكم تاني وبرضو هتشوفوها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا ادي الحشو اهو قدامكم، انا بوريكم بس، فانا عملت الحشو اللي بتاع الوردة التالتة الاول، هعمل بقى ال5 اللي هم الوردة الخارجية زي ما انتوا شايفين كده، نفس الطريقة، المثلث واسرج 5 مثلثات في مقاسهم 4 سنتي في 4 سنتي، عرض الشريط 4 سنتي، هقطع منه 4 سنتي المقاس، يبقى 4 في 4. عايزة تعملي 5 في 5 انت حرة، عايزة تعملي 3 في 3 انت حرة، بس 3 في 3 هيبقى صغير، هي 4 حلو جدا ومظبوط وسهل، 4 في 4 عشان ما تنسيش، بس 5 و5 برضو ماشي
مش عطلان، شغال حلو، يشتغل 5 في 5. بس انا مرضتش اعملها 5 في 5. بص انا بشبك كل مثلث فوق التاني ازاي، احطه كده بالطريقة دي. والله سهل جدا وجميل جدا، ولما خلصت اجمل وجبة. دي الوردة الاخيرة اللي هي تالت وردة. بصوا اديكوا زي ما شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عملت الوردة وبحط الحشو بتاعها ودخلته فيها زي ما انتوا شايفين كده. ابدأ بقى اقفل بالتثبيت بتاع الابرة والفتلة كده. خلصوا التلات وردات. المقاس ما يتوهش لان كله مقاس 4 سنتي في 4 سنتي. العدد بتاع القاعدة حسب ما انت عايزة. انا عاملاه 23 شريطة مقاس 4 سنتي. انت ممكن تعملي اكتر، ممكن تعملي اقل حسب مزاجك. كده التلات وردات اهم. هعمل بقى، هبدأ في القاعدة. هعمل زي ما انتوا شايفين انا عاملة ورقتين منهم قدامي على هيئة انهم ايه، ورقة شجرة اهو. زي ما انتوا شايفين كده بتنيها نفس المثلث، بس بتني المثلث مثلث في مثلث اهو بالظبط كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجي بعملهم عن طريق المثلثات كده، مثلث في مثلث، يعني مثلث كبير في مثلث صغير. هعمل كل اللي قدامي ده، القطع اللي قدامي دي نفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، عشان تديني نفس الوردة دي. بس طبعا لسه هسرجها. انا برضو هوريكم اسرجها. ممكن اقفلها بالشمع، ممكن اقفلها بالولاعة، بس انا بستسهل السراجة احسن وافيد، وبتدي جمودية للشكل ونظافة كده وشياكة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا هفضل مستمرة هنا، بلسع بس الشريط من الحرفين زي ما انتوا شايفين كده، عشان يديني اما اعمل بيه يديني الشكل النظيف. انا عملت مرة من غير ملسع ولسعت بعد ما خلصت، بس انا بحب اعمل الحاجة كده الاول، السع الشريط من الاول عشان ما ينسلش مني وشغله يبقى نظيف، احسن ما اعمله كله مع بعضه بعد ما اعمله مثلث كده، افيد بكتير. شايفين المنظر بيبقى جميل ازاي. المثلثات دي بقى هبدأ اجيب الابرة والفتلة، فيها اعمله بالابرة والفتلة، وفيها اعمله ايه بالشمع او بالولاعة حسب مزاجك. بس انا هحاول اشكل كده واوريكم.
اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده بدأت أسرج. بصوا هثبتها بقى عشان تديني منظر ورقة الشجرة. ممكن تقطعوا ممكن ما تقطعوش، يعني على مزاجكم. انا برضو هوريكم الشكلين، ممكن اقطع وممكن اخليهم كده مع بعض. لا اله الا الله. عفوا. هنا انا بشوف بس المنظر عشان انا بعمله ليه عدلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. لا اله الا الله. بقطع الفتلة، هعمل برضو تاني. هنا بقى هجيب جوخ مقاس 3 سنتي في 3 سنتي، وطبعا عاملاه دايرة زي ما انتوا شايفين كده. هلزق عليه، انا هلزق 8 ورقات. ده اللي هو ايه هيبقى من فوق في القاعدة. من فوق القاعدة هعملها على دورين. دور هحط فيه 15 ورقة، ودور هحط فيه 8 بس. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اجي هنا عملتها اهي زي ما انتوا شايفين كده، حلوة جدا. بحط عليها ال3 وردات، بشوف منظرها لقيتها حلوة. هنا بقى دي انا حاطة فيها 15 ورقة من اللي انا عاملاهم دول. بصوا انا مزنقاهم كده جنب بعض اهي. هحط بقى عليها التانية كده والزقها بالشمع. طبعا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير اهم شيء، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. اوعوا تنسوا عشان الفيديو يترفع لأكبر عدد ممكن من حبايبنا. هنا بقى انا جبت لولي لضمته. خدوا بالكم انا عملت اللولي 3 مقاسات، مقاس صغير اللي هو مقاس 2، ومقاس 4، ومقاس 8. بصوا انا لزقت ال3 وردات دلوقتي، وعملت ال3 حتت لولي ولزقتهم. هو راحوا من الفيديو بس باينين اهم. اللي انا عملته باين. لزقت القاعدة على دورين، وبعدين لزقت ال3 وردات، وهلزقهم على ايه على السورتيت. وجبت اللولي زي ما شفتوا كده، ايا كان بقى اي منظر انت عايزة تعمليه. انا جبت 3 مقاسات شكلت بيهم، وخليت واحدة بس كبيرة اللي هي مقاس 8 في النص. حلو جدا
وطلع جميل جدا وبسيط، يعني مش عك ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده. الله عليه بعد ما خلص، اللون جميل والشكل جميل، يعني بجد حلو جدا. بصوا اهو، طبعا انتوا هتحكموا على المنظر. بصوا ايه رأيكم؟ انا عايزة رأيكم انتوا تقولولي. سورتيت رقيق وبسيط وحلو جدا، لما تعمليه لبنتك او لحفيدتك او لاي حد، او تشتغلي فيه كمشروع حلو جدا. وطبعا بفن بسيط يومك سعيد مع ماما شوجة، هتفيدي وتستفادي وتقدري تنتجي وتبتكري كل ما هو جديد. طبعا ما تنسوش اللايك والشير، بقولها تاني، اللايك والشير. وطبعا اللي مفعلش الجرس يفعله عشان يوصلوا مننا كل جديد. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.